بالنسبه للفرنساوي اللي هيلغيه السنه دي، يمكن مثلا عايز يقلل الهجره غير شرعيه. مش عايز العيال تتعلم فرنساوي عشان لما تسافر ما تعرفش تتكلم. صح، ممكن برضه فكره صح. التعليم عنده نظره بعديه، عنده بعد نظر. يعني انت اهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المفضل التعليم في الراس مش في الكراس، وعايزين نتكلم النهارده عن قضايا مجتمعنا اللذيذ الحبوب، والاستاذ الدكتور الوزير وزير التعليم، والحاجات الحلوه الجديده اللي عاملها لنا مفاجاه السنه دي، والتغيير في النظام وكده. ونزلنا الشارع علشان نشوف اراء الناس في الاستاذ الدكتور الوزير عملها لنا. دي مفاجاه عظيمه من اعظم عظمات المفاجآت. نشوف كده مين معانا استاذ نتشرف بالاسم حضرتك. بص للكاميرا هناك يا فندم، اهي يا فندم اهي. نتعرف بحضرتك؟ معاك حنبوزه. اهلا وسهلا يا حنبوزو. ومعانا حنبوزو ناجح ثانويه عامه بمجموع كام يا فندم؟ درجه ايه بس عشان خاطر الحسد والحاجات دي، انا ما بحبش الحسد. يعني حضرتك الكلام في النتيجه وكده بيبقى فيه حسد. هو انا ممكن اقول عادي، يعني انا قلت لامي وامي قالت للمنطقه كلها والدنيا كلها عرفت النتيجه. انا جبت 33%. يلا 33 ايه 33%. انت حضرتك مش شايفه تنسيق اليومين دول؟ لا حضرتك بتخاف من الحسد يعني، فمش عايز تقول لنا على درجتك الحقيقيه؟ بخاف من الحسد. حقك يا فندم حقك. المهم يا فندم، حضرتك شايف وزير التعليم والحاجات الحلوه اللي عاملها لنا وكده. طبعا ده حاجات حلوه كتير عاملها الفتره دي. بص للكاميرا يا فندم. معاك. محتاجين نعرف رايك كده في ايه؟ يا فندم في اللي الوزير عامله الايام دي. هو انت موقفاني عشان تكلميني في الوزير؟ انا مالي انا ومال الوزير يا فندم؟ محتاجين نعرف راي حضرتك. يعني انا شايف ان هو استبعد حاجات كتير، انا ما اعرفش ايه اللي هو استبعده وايه اللي ما استبعدوش، واستبعد ليه. يعني انا نفسي افهم استبعد ليه. يعني انت الحاجات دي مش انت درستها؟ انا عايز اعرف، مش انت درستها؟ الناس دي تاكل ايه مثلا اللي انت لغيت لهم الحاجات بتاعتهم دي؟ يعني انا مثلا كان نفسي اطلع مدرس. هبقى مدرس ايه بقى؟ لسه لحد دلوقتي مش عارف، انا مش عارف هبقى مدرس ايه. ب 33% يا فندم مدرس؟ ما احنا اتكلمنا بقى حضرتك، يعني انا 33% انت حضرتك بتقولي لي قدام الناس كده، يعني انت هتقولي لي 33% اخش بيهم ايه يعني؟ يا فندم يعني الغالي الخدمه الاجتماعيه مثلا، الغالي مثلا كليات الاداب. يا فندم اطلع مدرس ايه بقى؟ يعني اطلع مدرس. حضرتك بيقولي للعيال دلوقتي في ثالثه ابتدائي عليها امتحانات، يعني ايه عليها امتحانات ولا مش عليها امتحانات؟ انا مش عارف دلوقتي. يعني ابن اختي ده يخش ايه دلوقتي؟ نفسي اعرف يعني. نفسي حضرتك تجاوبني، يعني حضرتك جاوبني كده عشان ارتاح. يعني هدخله الامتحان الصبح ولا اعمل معاه ايه يعني؟ يا فندم يدخل طبعا. ونقعدوا بقى نجيبوا بيبسي ونجيبوا بسكوت ونجيبوا حاجات. يعني احنا قلنا هنترحم ونبدا من سنه رابعه يعني. حضرتك يعني انا شايف ان وزير التعليم عامل حاجات كويسه. يمكن هو شايف من وجهه نظره كان نفسه مثلا المواد دي ما تكونش عليه وهو صغير. ايه المشكله؟ يعني احنا بالنسبه لنا كان لغى التعليم احسن. انا شايف انه كان لغى التعليم. ال 33% اعمل بيهم حضرتك، اقدم بيهم فين؟ حضرتك اديني رايك، يعني زي ما حضرتك عملت رايك وشلت مواد، انا عايز اعرف رايك برضه. رايك في ال 33% اللي انا جبته. هل عيب في الوزير؟ هل عيب في الطالب؟ هل عيب في المذيعه؟ انت كده يا حنبوزو هتعيد السنه دي صح؟ طبعا، لان انا لازم اعيد السنه دي اشوف بقى المواد اللي هو شالها. انا برضه كان في ماده كده برضه ما بحبهاش، انا يمكن ابعت له اقول له، يعني ابعت له كان في ماده كده. ممكن ناخد الفيدباك بتاعك نقول له. الفيد ايه؟ الفيدباك. الماده اللي بتقول عليها دي ما كنتش بحبها اصلا. ايه دي ماده الفيدباك؟ يعني الماده اللي كانت بتتكلم عليها دي سياده الوزير سياده المذيعه ما كنتش بحبها. الفيدباك فعلا زي ما البرنامج بيقول التعليم في الراس مش في الكراس. صح يا فندم صح. التعليم فين؟ في الكراس مش في زي ما البي قال كده بالظبط، يعني زي ما البي لسه قال كده بالظبط، التعليم في الراس مش في الكراس. يا فندم. طب بالنسبه للفرنساوي اللي هيلغيه السنه دي، يمكن مثلا عايز يقلل الهجره غير شرعيه. مش عايز العيال تتعلم فرنساوي عشان لما تسافر ما تعرفش تتكلم. صح، ممكن برضه فكره صح. التعليم عنده نظره بعديه، عنده بعد نظر. يعني انت مع مش ضد؟ يعني مع وضد. انا مع مصر، انا احب مصر. كلنا بنحب مصر يا فندم. انت عايزه تقولي لي كلام اتحاسب عليه؟ لا حضرتك انا هتكلم قدام الناس زي ما نقول بيقول البيك مزرعه بالظبط. تمام يا فندم، يعني حضرتك مع اللي الوزير عمله صح كده؟ طبعا يا فندم. مبسوط انت عشان 33؟ حد يقدر يقول غير كده؟ لا خالص. انت تقدري تقولي غير كده؟ لا خالص. يعني ما حدش يقدر يقول غير كده. اكيد طبعا. عايز اسال سؤال بس، هو سياده الوزير قام الصبح لقى نفسه مش ترند فقال لك اعمل ترند على الصبح يعني ولا ايه؟ انا مش بقتش فاهم حاجه. شيلوا سنه 6، هاتوا سنه 6، حطوا سنه 6، خلوهم يمتحنوا، لا ما يمتحنوش. انا خلاص تعبت، ما بسبب كده جبت 33%. ايوه هو السبب يا فندم، فعلا هو السبب صح. انا ما عرفتش اعمل ايه فجبت 33%. يعني انت حقيقي يا فندم جبت 33% صح؟ ده سؤال ولا حقيقه؟ لا ده انا بسالك، انت فعلا جبت 33%؟ جبت 33%. يعني ده من ضمن النظام التعليمي الفاشل؟ تمام. وانا واقفه اعمل مع حضرتك لقاء يا فندم على اساس ان حضرتك من اوائل الثانويه العامه صح؟ من اول الثانويه العامه. طيب يا فندم مع الوزير لسه هيكلمني. ماشي يا فندم، مع السلامه، وحضرتك نورتنا وشرفتنا وشكرا لحضرتك. مع السلامه يا فندم. مفيش جايزه ولا فيها حاجه؟